السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين خويا؟ بعدا سدوا الباب باش ما يتسمعش الصداع في الفيديو. سمحوا لي راني منغنغه كما تيقولوا، العينين مسدودين. الله ينجيكم بالرواح، قاسني البرد. ولكن ماشي مشكل، وصلنا حقنا في هاد الشتيوه هادي وفي هاد البرود. كلشي جاه الرواح الا انا. هو دابا غادي كيقول لك اللي حصل لي ودي هادشي اللي كاين. غادي ندير معكم واحد العشيوه ان شاء الله. اليوم عشيوه زوينه وكاع المغاربه تيبغيوها ان شاء الله. اليوم غادي ندير واحد الدجاجه محمره ان شاء الله، وغادي نشاركها معكم طريقتي غنديرها. ايوا في نفس الوقت ان شاء الله نبداو ندردشوا شويه ونهضروا. هنايا راني كما كنت قلت لكم كنت ديجا شاركت معكم واحد اللعيبه غادي طيح. هاد سميتو هاد الفيتاماغ هذا هو فيتامين فيه الفيتامين وفيه المغنيسيوم. هو كانت خرجته لي الطبيبه صراحه شحال هادي وتسالي ليا. ايوا وكنت مشيت سولت عليه قالوا لي بلي مقطوع. دابا راني لقيته وجبت الكبير. راه ما نشرب هذا فيه جوج ديال دوك القريعات. هو صراحه وافقني زوين بزاف بالنسبه للناس اللي كيتستريساو ويعني كيتعصبوا هذا. فسيروا ديروا واحد الاستشاره طبيه ولا قالوا لكم خذوه فبداو تجربوه، يعني بداو تشربوه زوين بزاف. انا هو صراحه ما فيهش شي مذاق خايب، فيه النسمه ديال بحال شي مناضه ديال الحامض زوين والله. انا بعدا وافقني بالنسبه بالخصوص الناس اللي كيجيهم ستريس. فهذا دقه بطل الرحمه ديال الله تعالى. عرفتونا في هاد الايام دابا فاش ما كنتش لقيت وكنقول يا ريت يا ربي غير امتى نلقاه نجيبو نشربو. والله شوفوا دابا بلاتي نحط التليفون ونوريكم. المهم انا دابا راني حاطه التليفون كان مضيضرات مديرهمش. ها نتوما شوفوا هذا كي داير. انا خديت الكبير حيت انا عطاتني الطبيبه نشربو 3 شهور، وحيت انا كنت ستريسه وهذا قالت لي بديت تشربي جوج حبات بالنهار وبالليل. ها هما هادو واعر بزاف، فيه المذاق ديال الحامض. انا دابا راني غادي نشربو هكا. ايوا نتعشوا ونمشي نعس. عرفتوا راه واحد الراحه في النعاس. هو بالنسبه لواحد المعلومه انا عرفتها غادي نشاركها معكم. ولكن شوفوا اللي وصلت لهنا خلي لينا لايك والتعليقات، واللي كيشوفني اول مره يدير لينا ابوني. الله يجازيكم بخير. نديروا نضيضرات بعدا ويح الله تعالى. ها انتم. المهم بالنسبه للناس انا شخصيا كانت عندي واحد القضيه. هو بعض المرات كتجينا واحد النخسه في جهه القلب. فكاين بزاف ديال الناس تيخافوا كيقولوا ربما عندهم شي مشكل في القلب اولا شي حاجه. الله ينجينا وينجيكم يا رب العالمين. هو كيكون غير واحد النقص ديال شي فيتامينات اولا مغنيسيوم، يعني اللي تيحس بداك الشيء. انا كنت مشيت دوزت صراحه وقالت لي الطبيبه هاد المعلومه هادي بلي الناس اللي تيحسوا بحال هكا بحال واحد النخسه في الجهه ديال القلب فعليهم بالمغنيسيوم. سولوا عليها، واللي كتجيه ما يتهاونش على صحته يمشي للطبيب ويدير واحد الاستشاره طبيه. وكذلك يسول الطبيب او الطبيبه على هذا الفيتامين هذا. فيه مغنيسيوم، يعني ما فيه حتى شي حاجه اللي خايبه. قلت لكم خذوه فجربوه، راه زوين الرحمه ديال الله تعالى بالنسبه للناس اللي كيتستريساو. واغلبيه ديك النخسه كتجي بسبب القلق والتوتر. و كما قلت لكم داك النخسه كتجيب اغلبيه الناس اللي كيتستريساو والناس اللي كيتعصبوا بزاف اللي عندهم التوتر والقلق بزاف. كتجيهم ديك النخسه في قلبهم كيقولوا راه الله ينجينا شي حاجه كاينه. هو راه ما كاين والو، داكشي امر عادي ماشي شي حاجه اللي خطيره. ولكن ضروري كيخصكم المغنيسيوم اللي كيخلي دوك العضلات يترخاو وما يبقوش مزيرين وتوليو تحسوا بداك الاحساس. هذا ما كان انا راه كتجيني ديك النخسه بزاف. فاش كنت كناخذ فيتاماغ هذا راه الحمد لله عمر ما عاودت حسيت بها. اين فوا عاوتاني قطعت وليت كنستريسا وهذا. فراه ضروري غادي تعاودوا تحسوا بنفس الحاجه، لانه شوفوا ستريس تيهلك الصحه. واخا تقولوا لي كيف ما كنتو كان عندكم ستريس العصبيه بزاف والقلق غير نتوما وراسكم، فراه الصحه كتهد
كيوليو يجيوكم جميع الامراض اللي نتوما ما معولينش عليهم. الله يدير الخير، وان شاء الله نعودوا راسنا اننا نوليو نتحكموا في المخ ديالنا، ما نبقاوش نستريساو. كاين شي امور اصلا في هاد الحياه كيكونوا بساط، يعني ما تستاهلش كاع تضيع عليهم ديك الطاقه ديالك. والحمد لله على كل حال. فهذا ما كان. دابا انا فاش خرجت دابا شوفوا مكناس راه كاينه الشتيوه، واحد الجو تيحمق والله. وفرحت بالشتاء لانه انا كيعجبني الجو الشتوي، لانه انا مزيوده في اكتوبر. اكتوبر هي يعني مزيوده في السم والبرد والشتاء، فهاد الجو تيعجبني. وزدت نشط كاع فاش لقيت المغنيسيوم صافي ما نعاودش ليكم. غادي نحمر دجاجه غادي غادي ندير الزرده على هاد الشيء. المهم شوفوا اخوتي راني تنهضر معكم بعفويه وما كنتصنعوا حتى شي حاجه والله العظيم. ايوا هانتوما شكون في حالي، شكون في حالي غادي دير زرده على ود ودي الحمد لله على كل حال. غير كنبغيو نضحكوا شي شويه ونخرجوا طاقه ايجابيه للناس اللي تيشوفونا. اما المشاكل كل واحد وهمه، كل واحد وكل واحد عنده اللي يكفيه. هذا ما كان الانسان يضحك شي شويه ويخرج من ديك القوقعه اللي هو فيها. ايوا دابا ندوزو ندير الزرده ديالنا ان شاء الله. غادي نحمر الدجاجه معكم وهانتوما معايا. ايوا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا لاله مولاتي غاطسه في الماء ومرتاحه. هنا راه كنت رقدتها بالماء والخل وشويه سكنجبير والثومه محكوكه والخل كما قلت لكم والملحه. دابا راه غادي نشللها مزيان، نزيد نحيد لها هاد الشحيمه هذه اللي كاينه هنايا صافي. وغادي ندوز نشرم لها ان شاء الله واللوحه في الكوكوط. سمحوا لي هنا على هاد الروينه هذه. هنايا راه كما قلت لكم يلاه دخلت هنا جبت الخبز وجبت الحليب. الصراحه اليوم اصبحت مريضه الله ينجيكم بالرواح، راسي كنفروع ما نعاودش ليكم. ايوا صافي ما عجنتش. كان صراحه عندي الخبز البارح عجنت ولكن ما غاديش يكفي بما انه حنا كثر فزت الخبز. هذا ما كان. دابا غادي ندوز ان شاء الله نقادت الشرموله ديال الدجاجه ديالي. بقاو معايا. ايوا هادشي اللي كاين الخوت. ما راني كنت كنسجل في الفيديو كنهضر فيه، ولكن مع الاسف مع الصداع والتلفازه والروينه فكان الضجيج صراحه في الفيديو، فاخترت انني نحيد الصوت ونعاود نسجل. واخا صراحه انا راني مروحه ما شكيت عليكم. ايوا الصوت ما هواش، ولكن ماشي مشكل. تما راني كندير في العطريه باش نشرم الدجاج. درت سكينجبير لان عارفين انه الدجاج كيبغي سكينجبير بزاف عكس اللحم تيبغي البزار صافي. والخرقوم البلدي ودرت شويه ديال القرفه سكينجبير عفوا القرفه والقزبر حبوب. انا تنطيب القزبر حبوب. الدجاج محمر ما كندير فيه لا قعقل لا بسبيسه لا العطريه الدجاج حتى شي حاجه، كنديرو غير بحال هكا وتيجي بنين. انا دوك العطريات ديك العطريه الاخرى كتجيني بحال كتخنز الدجاج، يعني ما كتعجبنيش صافي. هادشي كيعجبني الدجاج غير بحال هكا، غير حاجه وحده يكون مغسول مزيان، يعني يكون مغسول مزيان ويكون زعما مستقطر صافي كيجي زوين. وتعطيوه الشرموله مزيان. ما درت واحد الطابه ديال الزعفران. انا ما درتش الثومه، ما كنديرش الثومه وما كنديرش الربيع. الثومه درتها في الغسيل، يعني كنديرها في الغسيل ديال الدجاج فاش كنديرو يترقد كندير الثومه هكا كان بحال كنمعسها غير بالموس صافي وكنلوحها. يعني الدجاجه كتجي شاربه ديك الريحه ديال الثومه. الا عاودتي زدتي في الشرموله عاوتاني كتجي زعما خانزه بالثومه عاوتاني بزاف صافي. بالنسبه للربيع نقدروا نديروا ربيطه ديال المعدنوس مع المرقه، ولكن انا حيت ما عنديش ما درتش، ولكن ماشي مشكل ماشي شي حاجه اللي ضروريه. بالنسبه للغسيل ديال الدجاج انا درت الملحه داكشي باش درت طريقه صغيره، ولكن حيت انا كنت عارفه باللي الدجاج غسلته مزيان مزيان بالملحه يعني ما بقاتش فيه. زائد كنديروا هاد الحامض المصير كيكون مالح، زائد السمن، زائد ضمن الزعفران. يعني الا درتو الملحه في هاد الشرموله هادي وغسلتو عاوتاني بالملحه فراه كيجي مالح بزاف. حاولوا انكم ما ديروش الملحه كاع في الشربوله حتى تحيدوا الدجاج وتذوقوا الضميره ديالكم زعما المريقه. كان خاصها زيدوا. هادشي اللي كاين. الطريقه ديال الدجاج راها سهله بزاف، كلشي تيعرف ليها تبارك الله ما شاء الله. انا غير شاركت معكم شنو تندير وشاركت معكم نهاري شنو درت فيه. هادشي اللي كاين. ولفنا التصوير وولفنا
ولفنا اليوتيوب صراحه تقال. الله يسهل علينا وعليكم يا رب العالمين. تما كنوريكم السمن اللي صوبت لي الوالده مسكينه، راه قريب يسالي ليا، ولكن كنحاول نهز شويه بحال هكا الكسكسو ولا الدجاج ولا شي حاجه بحال هكايا، ما زعما ما كنخليه للضروريات. ايوا صافي تمازت شويه ديال الماء، ايوا وشرملت ديك الدجاجه ديالي وكنتقبوها بنا في الصدر، باش داك الصدر فاش كناكلوه ما تلقاوهش ناشف. كتبداو تقبوا تدخلوا العطريه تما باش كيجي تبارك الله شارب العطريه وما تيجيش، لان الصدر بالخصوص صعيب الا ما تقبتوهش في الطياب بالقطيب وما تقبتوهش دابا دخلتو فيه العطريه كيجي ناشف وقاصح، فهمتوا؟ ضروري تحضيو مع ديك الدجاجه راه كانت مرقده مزيان، ترقدات مزيان اكثر من القانون ديالها، فالجلده ديالها صافي تحيدات. ولكن ماشي مشكل، انا عندي الدجاج اللهم زعما يكون نقي مزيان وما يكونش زفر، ولو انه بحال كديك جلده تحيد وهذا ماشي مشكل، ما عنديش مشكل. ولكن غير بالنسبه لينا حنا، اما بالنسبه للطياب ديال الضياف فراه حاجه اخرى عاوتاني هذيك. دابا هنايا راه غير كنكورو ونعطيو العور، ولكن الحمد لله جات زوينه واخا هكاك. هنايا فاش طابت وبغيت نحيدها حرقتني الكوكوط وانا نطلقها وهي طالعه تهرست لي من ظهرها. قلت لها ماشي مشكل حنينتي ما مفكاش معاك، حمرتها هكاك واخا تهرست، ولكن ماشي مشكل زعما ما كاين لا ضياف لا والو، غير حنا مال الدار عادي. اهم حاجه هو انه ديك اللحيمه جات فتيه تذوب في الفم، وجات المريقه الدغميره جات بنينه حلوه، ديك البصيله لقات الحلاوه ديالها. والله الا تعشينا وتجمعنا دازت واحد الليله زوينه. شوفوا الشيء السعاده كنخلقوها من لا شيء. السعاده ما كتكونش بالفلوس، ما كتكونش بزاف ديال الحوايج، السعاده تقدر تخلقها بحويجات بساط وتيخليو لك ذكرى زوينه في راسك. والله حاولوا انكم تجمعوا نتوما وحبابكم وعائلاتكم، ماشي تجمعوا على ضروري يكونوا الفلوس ولا، راه غير بريديت ديال اتاي وشويه ديال تقيبتات هكا ولا، والانسان كيدوز عشيه زوينه او لا بحال هكا العشاء. ولا حاولوا تجمعوا مع العائله ومع الاحباب كل ما كان امكن. واخا دابا صراحه ولينا كنفتقدوا هادشي من نهار ملي تيموتوا الوالدين والاجداد، فما كتبقاش ديك اللمه اللي تنعرفوا. كلشي كيتفركت، كلشي كيولي كيقول غير راسي راسي. هادشي صراحه تيضر في الخاطر بزاف. سبحان الله كيمشيو الناس الكبار كما تيقولوا كما كيقولوا العكاز ديال الضرب، فاش ما تيبقاش فراه ما كيبقاش داكشي على ما تنعقلوا. الله يدير الخير وصافي. ولا الانسان كيبعد من العائله ولا ولا زعما الناس كتلقاي الخير في البراني وما تلقايش في ديالك. الله يهدي ما خلق. هادشي اللي غادي نقولوا. ايوا صافي تما بعد ما شرملتها سمحوا لي تمايا راني درتها في ديك الكوكوط الصغيره، ولكن بعد ما زدت لها الماء بحال بغات تفرد لي الكوكوط. ايوا داكشي اللي ما بغيتش ولا طحت فيه. صدقت جابده الكوكوط الكبيره. ايوا قلت لها حنينتي يلاه تمرحي ليا مع راسك. ايوا واش غادي نديرو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ضروري ما نسلكو، ضروري نصبروا. تما راه والله العظيم الا راني مهلوكه بالروح ما شكيت عليكم، ولكن مع ذلك كنوضو كنديروا الكوراج، لانه سبحان الله العظيم المرض غير كتنعس ليه كيزيد يشد فيك كاع. عكس فاش كتنوضي وكديري الكوراج فكي حالتك كتحسن. سمحوا لي عافاكم على الهرج وعلى الصداع. والله الا كنحاول نسجل زعما في شي بلاصه فيها الكالم، ولكن هيهات ما هيهات. ايوا هادشي اللي كاين. تما ديك الدجاجه هي ديك راه كطيب. ايوا وتقبتها ديما الدجاج تقبوه بالقطيب ولا شي حاجه باش كيخرج منه داك الدم وهذا وكيجي زوين. حتى ديك المريقه كتدخل ليه ما تيجيش ناشف. ايوا وخلاص الكبيده كنسلقوها. هذه واحد الطريقه ديال البصله راه ساهله للدغميره. كنشلضوا البصله في الكوكوط ياك بلا ملح بلا حتى شي حاجه، كندير القنصه معاها وكنسد عليها على نار مهيله. المهم البنات ولدي محمقني والله كل مره يجي عندي. كما قلت لكم كتسدوا عليها صافي. ان فوا كيطيب الدجاج ديك المريقه ديال الدجاج كتكبوها على البصله
وكتبداو تشحروها لان البصله كتكون صافي طابت بوحدها، كتجي بحال هكا سهله بزاف، دغيا كتوجد لكم الدغميره وكتجي بنينه بهذه الطريقه هذه. عكس فاش كتكبوا البصله على ديك المرقه وتسدوا عليها باش طيب، فالبصله كتطلق الماء واصلا داك البلول كيكون كثير ديال الدجاج، فكيكون صعيب باش دغيا تشرب لكم ودغيا توجد. هاد الطريقه راها سهله وهي اللي كدير الوالده ديالي مسكينه الله يخلي لها صحتها في المناسبات، وكتجي الدغميره بنينه. هنا ها هي هذه من بعد ما تشحرات وطلعت ديك الزويته الفوق، راه اللون جا قهوي ومعسل، غير التليفون عندي ما عطيهاش حقها. هادشي اللي كاين. ايوا صافي وحمرت ديك الدجاجه ديالي وحطينا تعشينا، اللهم لك الحمد اللهم اجي. ايوا هادشي اللي كاين. تما راه واخا مطلعت ديك الدجاجه ولكن ماشي مشكل، المهم انه جا اللحم فتي وجات بنينه ما بقى فيها والو تبارك الله. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى تقبلوا عليا والفيديوهات ديالي نالوا اعجابكم. ديروا لنا لي لايك والتعليقات ديالكم كيزيدوا يحفزونا. هادشي اللي كاين. بعد العشاء جمعت الكوزينه ديالي طرفتها، حكيت دوك الكوكوطات بشويه ديال الجيكس لانهم صراحه هاد الدجاج هذا والقلي كيكرفصهم. وجمعت الروينه باش الكوزينه ما تصبحش ليا موسخه، باش نمشي نتكل في راحتي. ايوا صافي تماك شاركت معكم في الاخر واحد الطريقه ديال الفلفله راه كتجي زوينه بالنسبه للناس اللي تيبغيو الفلفله مقليه. هانتوما ديروها في الكوكوط مع شويه الماء وشويه الزيت ومليحه، سدوا عليها الكوكوط راه دغيا تتوجد وكتبدا تحمر في ديك الزويته اللي كديروا من الفوق. صافي وكلوها بالصحه والراحه، كتجي نيت حلوه وبنينه. ونتمنى الفيديو ينال